ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى عاملين جولة مختلفة في سنتر المفروشات. البيت السوري ده موجود في الغورية وبيعمل عروض جميلة جدا وممتازة. وعنده يعني انتي عروسة وعايزة تجهزي نفسك بجد هتروحي تلاقي كل حاجة من الإبرة للصاروخ. هي زي عمارة وفي كل حتة هتلاقي فيها كل حاجة. بصوا دي الملايات بتاعت الاطفال، بجد الملايات حلوه جدا. انا جايبه من عندهم لجهازي كل حاجه حلوه، يعني جايبه السرير الكبير وجايبه البطاطين وجايبه اللحاف وجايبه كل حاجه والفوط والبشاكير. بصوا تشكيله جميله جدا من الفوط الاطفال والفوط اللي هي العادية بجوبير وفي سادة وفي مطرز وفي حاجات جميلة والدفايات بتاعت السراير بكل أشكالها وبكل أنواعها وكل ألوانها هتروحي تلاقيها هناك. بصوا بجد جميلة جدا جدا جدا. هاتي ال جددي بيتك وهاتي فوط جديدة لأولادك عليها رسومات هتفرحهم بجد. والملايات من النوع التركي والسوري، بجد عايزة اقول لكم ان الملايات خاماتها حلوة جدا 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 جدا، ويعني من انواع الجميلة والناعمة اللي مش بتكش. طبعا تركي وسوري معروف ان هو يعني الخامات بتاعتهم ما بتكشش اصلا. وكل اسبوع او كل يوم بيعملوا عروض، بجد روحوا وهتلاقوا يعني مثلا الملاية مثلا بينزلك فيها، هو بيعمل عروض حلوة. بجد عايز اقول لكم يعني حاجات جميلة قوي 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 قوي، وهتنفعك لو انتي عروسة او انتي عايزة تجهزي يعني ايه تجددي بيتك. بجد يعني هتنزلي تلاقي كل حاجة جديدة وبأسعار حلوة وخامة ممتازة. اهم حاجة احنا بندور عليها ان الخامة تبقى ممتازة، لا تكش ولا تبهت ولا يعني يحصل لها اي حاجة. بصوا انا عايزه اقول لكم ان كان في ملايات ماتشنج، يعني مثلا الخدوديات بتبقى لون ماتشنج مع الملايه، وفي مثلا كوفرتات بتبقى مثلا معاها الملايه جميله جدا. يعني ممكن تجيبي كوفرته كده لوحديها. طبعا طقومة الأطفال في منها ال 3D وفي منها اللي هو السادة وفي منها الأشكال. يعني بصراحة هتدلعي أطفالك. والبطاطين كمان الأطفال والكوفرتات الأطفالي. يعني لو انتي عروسة عندك المكان ده من الإبرة للصاروخ وبيراعوا فعلا العروسة، وحاجات شيك وخامة بجد بجد مش قادرة أقول لكم. هو يعني بجد جميل جدا. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده لو كان معايا فلوس اكتر كنت اشتريت حاجات كتير. بصوا بجد الملايات جميله جدا جدا. المكان ده موجود في اول الغوريه. تمام، بتسالوا عن كبكبي ابو هاشم. هو سنتر البيت السوري قصاده على طول. علشان خلوا بالكم ان في سماسرة هناك بيبقوا واقفين في اول الغورية يقولك طب اتفضلي يا استاذة مش عارفة ايه. لا انتي روحي على طول اسألي على كبكبي ابو هاشم هتلاقيه قصاده بالظبط. وانا هسيب لكم ارقامهم والعنوان بالظبط علشان لو انتوا معرفتوش توصلوا ولقيتوا في سماسرة كتير والكلام ده تكلموهم في التليفون. انا بجد مش قادره اقول لكم ان الاطفالي بجد جميل جدا. يعني انا قلت ايه لما هاجي اتجوز ان شاء الله هفرش كمان الملايات الاطفالي واخد الحاجات اللي هي الدفايات بتاعت السراير والبطاطين الحاجات الصغيره دي استغلها لحد ما عيالي يجوا. طبعا في كل حاجه بجد الاطقم الملايات هناك جميله جدا سواء للسرير الكبير او للسرير الاطفال. اشكال عايزه اقول لكم في منتهى الروعه، وكل ما اللي انت بتحلمي بيه والموديلات اللي انت شايفاها كاونلاين مثلا او عند حد تاني بجد جميل جدا. وخلي بالك ان مش كل محلات الغورية رخيصة، لا في محلات
معدية. انا عايزه اقولكم ان انا جايبه من الملاية دي، جميلة جميلة، بس انا جايباها بينك في جراي. انا واخده من الملايات دي على فكره، واسعارهم جميله بجد، بيراعوا الناس وبيعملوا عروض حلوه جدا جدا يعني. وانا واخده برضو من دي. بجد المكان ده هينفعك لو انت عروسه. كل انواع المفروشات اللي انت عايزه تشتريها هتلاقيها بجد هناك، من ملايات بقى وكوفرتات، كوفرتات بقى جديده بقى وحاجات حلوه يعني، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، عندهم كل حاجه جميله جدا. انا عايزه اقول لكم ان في نفس الخامه ونفس الحاجه دي ونفس الاشكال ونفس كل حاجه ونفس الماركه واسم الماركه، بس في ناس تانية في الغوريه بيبيعوها باغلى. انا عايزه اقول لكم سنتر البيت السوري بجد حاجاتهم رخيصه، وعنوانهم على فكره ما يتوهش، وبجد الناس كانت ذوق جدا وبيساعدوكي. وانا يعني لما كنت بشتري بيساعدوني وبيطلعوا لك الالوان ويوروكي هنا ده فيه شكل وشكل وشكل، وتقدري كمان تسألي على السعر قبل ما تشتري، علشان وانتي بتعرفي ممكن ظروفك ما يعني ما ينفعش ان انتي تشتري الدفاية دي او مثلا البطانية دي تكون ظروفها غالية، انتي اسألي. عايزة اقول لكم البطاطين اللي هي اللي على الوشين والوش الواحد بجد ناعمة ناعمة، مش قادر اقول لكم جميلة ازاي، والبطانية تقيلة، تقيلة وبتدفي وجميلة جدا وناعمة. بصوا جميلة ازاي، والوانها كل الالوانات بيبقى عندهم. بيقولك انا عندي بصي دي، وعندي منها اللون ده واللون ده واللون ده. انا بقى واخده الرمادي دي او شبيهه ليها، مش فاكره قوي، بس انا واخده بتاعتي رمادي. واخدت برضو من عندهم لحاف كان لونه بينك كده. بصوا جميله جميله. لا انا واخده بقى بتاعتي شبهها، بس كانت اللي هي الوشين، اللي هي الوش الساده والوش المشجر، بس كانت رمادي بجد جميله جدا. روحوا هناك بجد. واي عروسه او انتي حابه تجددي بيتك وبتحبي تشتري حاجات جديده، مفروشات او ملايات او الكلام ده، روحي وهتلاقيها هناك. يلا مع السلامه، ان شاء الله اقابلكم في جوله جديده.